بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارحم ابويا يا رب العالمين، وارحم صالح الجعفراوي، وارحم كل شهداء المسلمين. اللهم امين يا رب. شوفوا بقى، انا بادئه النهارده اليوم بالنشاط. انا الحمد لله ما عنديش حاجه في الشقه يعني عاوزه تتعمل، فالمطبخ هو اللي كنت يعني غسل شويه اطباق كده وشويه حاجات، فكنت سايباهم يتصفوا اول ما صحيت، يعني مش من بالليل، لا دول اول ما صحيت. وبدات ان انا اشيلهم كده علشان خاطر ارجع كل حاجه في مكانها. الضلفه يا بنات اللي برتبها بحاول ان انا احافظ عليها تفضل مترتبه ومنظمه، بحاول على قد ما اقدر. تمام؟ علشان ايه؟ ما اقعدش بقى اهلك نفسي بقى على دخلة مثلا رمضان، على دخلة اجازة نص السنة مثلا، على دخلات الاجازة يعني، واقعد اعمل بقى تنظيفات عميقة بقى والحاجات دي اول باول كده. خدت عهد على نفسي طول ما ربنا مقدرني او بيعني، ابدا ان انا ايه، ارجع كل حاجه مكانها. كمان الفوط دي كانت مغسوله، وشلتها علشان اشيلها في الدرج. طبعا الدرج نضيف الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. شوفوا، عايزه اوريكم الدرج وهو نضيف، نضيف ومتعطر وزي الفل. فبرجع له الفوط. انا اساسا آم، بحاول ان انا اخلي كل حاجه في مكانها، كل حاجه في مكانها، على قد ما اقدر. والادراك بتاعتي صغيره. النهارده بقى الضلفه دي اللي عايزه تتروق، هي مرتبه وكل حاجه في مكانها، بس عايزه تتلمع كده. تمام؟ عايزه في حاجات كنت عايزه اخدها اشوفها تصلح ولا لا. انا قلت لكم ان احنا طقوس عندنا بنحب نعين الحاجات بتاعتنا حتى لو مكسره. كام خلاط كده يبقوا بايظين نسيبهم، كام هاند بلندر بايظين نسيبهم عادي يعني، مطحنه. فانا عايزه ارتب الضلفه دي واشوف ايه اللي فيها عايز يتشال يعني، بعيد عنها خالص. بعد الاذان بقى هكمل، نكمل بقى مع بعض. المهم يا بنات، انا عاوزه ان انا اخلي يعني كل حاجه تبقى على قد ما اقدر يعني، وعلى قد امكانيات بيتي، ان كل حاجه تفضل مرتبه وشكلها حلو ونظيفه قدام عينيا. تمام؟ طبعا ده المطبخ بتاع فرحي اللي اهلي كانوا عاملينهولي. هو خشب عادي خالص، وكان لونه ابيض. آه لونه ابيض فيه نقشه كده زي بيقولوا جواهر او حاجه زي كده. فانا كنت عامله المطبخ نفس لون التلاجة عشان كانوا الاتنين في المطبخ مع بعض. فكنت عاوزاهم يبقوا شبه بعض يعني. بس طبعا اتبهدل بقى بعد فرحي بشويه كتار يعني، بعد ما خلفت وكده، فدهناه بني. وانا مش بحب اللون البني، مش انا اللي دهنته بقى بني. انا اللي هو خالي هو اللي كان مش يعني جدده، فدهنوا بني، دهنوا بني. فبس ما كنتش موجودة انا بقى ساعتها ولا اي حاجة. والرخامة كانت الاول بيضة، دلوقتي عملوها بني برضو، بس يلا الخيرة فيما اختاره الله. خلصت بقى الضلفة دي، والضلفة كمان اللي انا كنت حاطة فيها البلاستيكات والحاجات دي برضو لمعتها ونضفتها كده ورجعت كل حاجة في مكانها. انا حاطة فيها الشيالين دول، شيال للبطاطس وشيال للبصل، علشان انا ما عنديش تربو. مش عايزة اجيب تربو، انا ما عنديش مكان للتربو. وانا ما بحبش حاطة البصل والثوم كده في وش الواحد في المطبخ يعني، انت فاهميني؟ لا، احبه يبقى متشال بعيد عن عيني. ولو جبت تربو مقفول، مش برضك ملوش مكان في المطبخ عندي. وانا مش عايزه ازحم الدنيا يعني. فحاطه الشيالين دول وبجيب على قد استخدامي بس. فمسكت بقى الرخامه والحاجات اللي كانت على الرخامه، قلت ما المعها كده. انا الحمد لله عندي اكل. فقلت اما استغل الوقت بقى على بال ما الولاد يرجعوا من مصالحهم، ابدا بقى ان انا اطلع بقى ايه الاكل واجهزه. آم، بس انضف الرخام كده والحاجات اللي كانت عليه علشان خاطر تتلمع وتبقى نظيفه. لان بصوا التراب والله يا جماعه بيدخل من اي خرم كده اهو، مع ان انا بحاول ان انا ما افتحش الشقه، بس بيدخل. وانا شباك مطبخي ده على مسقط، يعني مش التراب اللي هو بقى يدخل كتير، لا، بيدخل والله جدا جدا وبيملالي الشقه. المهم ان انا عايزه اكلمكم في حاجه كده. آم، الدعم يا جماعة، الدعم مش دعم في القناة، الدعم النفسي انا بشوف. انتوا عارفين في يعني، بلاش نقول مثلا ان انا عندي مشاهدات ولا حاجة، انا ما عنديش مشاهدات. انا في 10 بيدخلوا عندي القناة،
انتوا يا العشرة اللي بتدخلوا القناة وبتتفرجوا على الفيديو، ما بتكتبوليش كلمة طيبة ليه؟ ما بتكتبوليش كلمة حلوة ليه؟ ما تقوليش مثلا استمري، استمر، كملي يا امل، والله ده الروتين بتاعك مثلا حلو، ده احنا مثلا اتسلينا معاكي، ده، او قولولي مثلا ما تعمليش ده اهو، او تقترحوا عليا حاجه اشتريها بدل الحاجه اللي انا مثلا شارياها وما هيش حلوه، مثلا انتوا جربتوها مش حلوه. إيه يعني تقترحوا عليا حاجه كده تشجعني. انتوا عارفين انا بقاوح في موضوع ان انا اختلط بالناس. انا اصلا ما عنديش صحاب، ما عنديش غير اختي، ماشي، واختي يعني متجوزة بعيد عني، يعني برضو بيتها بعيد ويعني بعيد عني، مش اللي هو بنقعد مع بعض كتير، ما بنتكلمش في التليفون اللي هو بالساعات، باين عندها ولادها شاغلينها جدا. اطفال يعني، لما بنتكلم مع بعض شوية ما بنطولش، فالواحد بيحاول ان هو يلهي نفسه في حياته، وبيلهي نفسه في موضوع اللي هو اليوتيوب مثلا، السوشيال ميديا عموما فتحت لنا ابواب كتير ان احنا نختلط مع الناس. انا ما بخرجش من بيتي غير عشان اجيب طلباتي وخلاص، طلبات بيتي للولاد، وبخرج ايه اللي هو مثلا نص ساعة ساعة بالكتير ان انا اجيب طلباتي وارجع. فاهميني؟ الوحيدة اللي بتكلمني وبت يعني بتودني هي ماما، ربنا يديها طول العمر ويبارك فيها. ف عايزة يا جماعة ان احنا، يعني انا عايزة اصحاب واصدقاء، ناس كده شبهي، اصحاب واصدقاء في اللي هو ايه، تكلموني انا اقل ايه يا جماعة عن البنات؟ اقل ايه؟ انتوا انصحوني، قولوا لي مثلا يا امل ناقصك كذا وناقصك كذا، مش ناقصني مثلا في بيتي، لا انا بيتي الحمد لله ربنا مكفيه لي وموفي لي كده، انا راضيه بيه، انا راضيه بحالي وبحياتي الحمد لله. فانا محتاجه بقى ناس تدعمني، الدعم ده صدقه، صدقه عنك انتي، صدقه عن نفسك، عن نفسيتك، عن، شوفي ولك بالمثل، يعني اي حاجه تعمليها في حياتك، اي حاجه تخلق ربنا بيقولك هتعمليها لك بالمثل. فلو قلتي كلمه حلوه للشخص اللي قدامك يا ستي، ربنا بيخلي حد يقولك الكلمه الحلوه دي. انتوا عارفين انتوا عارفين انا لو ربنا قدرني ولمعت الرخام كده ونضفت المطبخ بتاعي مثلا ولا حاجه، وانا كنت تعبانه اصلا، صاحيه تعبانه ومرهقه والالام اللي بتبقى في الجسم بتاعه التليف العضلي دي، التهاب التليف العضلي انتوا عارفينها طبعا. وانا قسيت كتير جدا جدا في حياتي مع الصحه، يعني مع صحتي، اللهم لك الحمد، راضيه. ده انا كده بقول ربنا بيحبني قوي، ربنا بيحبني فبيقول لي خدي اما اشوف انت هتصبري ولا لا، خدي اما عشان اغفر لك ذنوب شويه. ما احنا كلنا بنعمل ذنوب، كلنا بنعمل ذنوب. ف... فبقول الحمد لله يا رب، الحمد لله. فمحتاجه بقى ايه اللي هو، انا لما بعمل الفيديو يا جماعه وبنزله، في واحده بس اللي بتدخل تكتب لي ربنا يبارك لك يا امان في بناتك وفي حياتك وفي ولادك وربنا يجازيكي خير، ما بتعدليش فيديو والله الا لما بتدخل هي بتجبر نفسها كده ان هي تدخل تقول لي الكلمه الطيبه. انا لا شفتها ولا اعرفها على الطبيعه ولا اي حاجه، بس اختلاط كده حبتني وحببت بناتها فيا، ودايما يعني بتدخل تدعمني بالكلمه الطيبه على طول، كل ما بتقدر، ما بتتاخرش عليا، فالله يسعدها ويرضيها يا رب. وطبعا صاحبتي برضو فاطمه، دي تعرفت عليها صديقة الغربة. بصوا يعني هي حتى لو دخلت الفيديو وما كتبتليش كلمة، بتدخل لي على الواتس تقول لي انا شفت الفيديو تسلم ايدك، ايوه كده جدعاني، تشجعي مش عارف ايه. ربنا يجازيهم خير البنات دول والله العظيم. انما اللي بتدخل صامتة دي، يا ستي انت حتى لو من اهلي ومن قرايبك اكتبي لي كلمة، إيه ده؟ احس ان انت صح يعني يعني قربتي، احس ان انت قربتي بتدعميني وبتشوفيني وبتقولي لي كلمة حلوة. انما صامتة كده، صامته كده وفي الدرة كده، ليه يا حبيبتي ليه؟ هو انا هكره ان انت تدخلي وتشوفي يعني شغلي مثلا، او بتشجعيني بكلمة، انا بشجعك وانت بتشجعيني، فيها ايه يعني؟ انا ما عنديش حاجة زيادة عنك
ولا بعمل حاجة زيادة عن اللي انت بتعمليها في بيتك. انت يمكن بتعملي احسن واكتر مني بكتير، بس كل واحد ومقدرته يعني، كل واحد وقدرته على الشغل في بيته. انتوا عارفين يا بنات انا ايه اللي بيزعلني؟ انا مش بزعل ان انا إيه ان انا يعني انتوا بتحسسوني ان انا اقل من الناس، لا، انا بزعل ان انا مفيش حاجة تنقصني في شغلي، او ان انا بجتهد عشان انا عايزة اثبت نفسي. انا اتعلمت، على فكرة اتعلمت، وابويا تعب عليا قوي قوي. ابويا تعب عليا في دراستي جدا، وبقى يدعمني جدا. يعني انا بدل ما ادخل ثانوية عامة، عشان بابايا كان مسافر ساعتها وكان بيشقى علينا، وكان بيحاول ان هو يدخل لنا رزق عشان يصرف علينا، ومامتي كانت بتشتغل وبتخيط عشان خاطر تقدر تصرف على البيت، وتعلمنا يعني مامتي كانت بتحاول تصرف على البيت عشان نقدر ناكل ونشرب ونستر بيتنا. بابايا كان بيعلمنا، تمام، ودي حاجة تزيدني شرف وتعلي راسي. فانا اتعلمت دخلت صنايع، مدرسة الصنايع، وبعد كده طلعت من الصنايع دخلت الجامعة العمالية، عشان انا كان جايلي معهد واخوالي خافوا عليا ان انا ادخل المعهد ده في الشرقية، فقالوا لي لا، تدخلي الجامعة العمالية في المنصورة. دخلت الجامعة العمالية، وخالي فضل ورايا لحد لما دخلني الجامعة العمالية، وساعة ورايا، وبقى ياخدني بالعربية ويوديني ويجيبني ويسعى عليا لحد ما قدمت على الجامعة العمالية، عشان خاف عليا ان انا اروح اقعد في المدينة الجامعية. وبعد كده اتخطبت وانا في اخر الجامعة العمالية. بعد كده اجتهدت وجبت تقدير ودخلت كلية التربية النوعية، عشان انا كان نفسي ادخل تربية اصلا. كنت بشوف خالاتي متعلمين بيدخلوا الكلية، ودخلوا الكلية، يعني دخلوا واشتغلوا مدرسات. هما كانوا معلمات، دخلوا واشتغلوا مدرسات. ومرات خالي كانت بتشتغل مدرسة، فكانوا دول كلهم قدوة ليا. خالاتي الاتنين ومرات خالي كانوا دول قدوة ليا، ان هما مدرسات وبيشتغلوا. فانا عايزة ادخل تربية، ودخلت كلية التربية النوعية بعد المعهد، بعد اللي هي قصدي اللي هي الجامعة العمالية. فانا اجتهدت وتعبت. بعد كده جوزي بقى رفض ان انا اشتغلت شوية كده وخلاص، وهو رفض ان انا اشتغل. فزعلانة بقى، نفسي ان انا اثبت نفسي باي حاجة، نفسي اثبت نفسي في حياتي. فطلبي منكم بس ان انتوا تدعموني بالكلمة الطيبة، وانا اكمل لكم حكايتي وقصتي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بس انا ختمت اليوم بقى بحاجة حلوة للولاد، كيكاية حلوة كده، كيكة دريم، عشان احنا بنعشقها، واجواء الشتاء الجميلة. وعملت لهم اهوت عليها صوص نوتيلا كده، وكانت تحفة تحفة والله العظيم، كانت ريحتها قلب البيت. وهنعمل بقى اجواء من دي، وهكمل لكم قصتي وحكايتي ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. ما تنسوش بقى لايك للفيديو وكومنت حلو، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.